اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال، لا تخرج عن القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا إلى حلقة جديدة من البرنامج. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأعمال التي يقوم بها المهدي إذا كانت الرجحة. حين يخرج المهدي كما تقول الرواية. نعم. يقول رواية النعمان عن أبي بصير قال أبو جعفر رضي الله عنه أي محمد الباقر يقول: يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد. نعم. لاحظ، كل شيء جديد، بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد. هذه الغيبة للنعماني صفحة 154، بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 354، وإلزام الناصب الجزء الثاني صفحة 283. نعم. إذن ما هو الكتاب الجديد؟ نعم. معناه أنه كتاب آخر غير القرآن، غير كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يفهمه من يقرأ مثل هذه الروايات. أو قرآن غير القرآن، ذلك أنهم يكذبون بالقرآن. نعم، عندهم رواية. نعم، هم يقولون بأن هذا القرآن، وهذا معروف طبعا. نعم. أنهم يعتقدون بأن القرآن قد حرف وأنه قد أخفي، حينما الرواية التي تعرف أنه نعم. لما جاء علي رضي الله عنه إلى أبي بكر وعمر بالقرآن، نعم، فنظروا فيه فإذا فيه كما يقولون فضائح القوم، فعندئذ أخفاه علي وأنه لا يظهر إلا مع المهدي. هذه الرواية التي وغيرها كثير. نعم. يعني. وأكثر من ذلك أن القرآن الذي يخرج به هو قرآن غير قرآنكم. نعم. 17,000 آية ليس فيها من قرآنكم حرف. نعم. طبعا الذي يقول مثل هذا القول بأنه أخفي القرآن وأخفاه علي، وكما توجد روايات حتى يعني مشاهد سبقا عرضناها يعني للمهاجر ولغيره، بأنه أن علي أخفى القرآن وأنه سيظهر مع المهدي. أنا أقول هذا الذي قال مثل هذا القول ما الذي جعله يقول مثل هذا؟ هو لا يفهم كلام الله عز وجل، ولا يدري ما الذي يترتب وما الذي يلزم على هذا القول. الذي يلزم على هذا القول أن عليا أخفى كلام الله عز وجل، وأنه إذا أخفى كلام الله إنه يستحق قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حاشاه أن يفعل هذا. علي رضي الله عنه بريء من هذا المعتقد الباطل، لكن أقول يلزم على من يقول بأنه قد أخفى القرآن، وكذلك أبناؤه من بعده أخفوا هذا القرآن، يلزمه أن يصف علي بما وصفه الله عز وجل به، وهذا صريح القرآن. نعم. لماذا الله سبحانه أنزل القرآن؟ لكي يعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طيب، هذا الذي ينتظر والذي يدعون الله سبحانه وتعالى ويقول عجل الله فرجه وسهل مخرجه. طيب، هذا الإنسان، هذا الغائب، هذا الذي ينتظر، ماذا سيفعل إذا خرج؟ نعم. هذا ما تقوله كتبهم. ماذا يقولون؟ أولا يقوم بهدم وتخريب الحرمين الشريفين. هدم وتخريب الحرمين الشريفين. نعم. رواياتهم تقول إن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أساسه، ويرد البيت إلى موضعه وإقامته على أساسه. أي بيت؟ يعني أساس البيت. يعني هل المقصود مثلا الكعبة المشرفة، الحرم، يعني البناء الحرم؟ ما هو أساس هذا الحرم الذي سيرده إلى أساسه؟ نعم، يرد البيت يعني إلى موضعه. المقصود الكعبة. طيب. بهذا القول يعني الله عز وجل يعني هو الذي بين مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. نعم. فالله عز وجل الذي حدد هذا الموضع وبين مكانه. الأمر الثاني شيخ، إذا خرج المهدي يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ويبدأ كما تقول أخبارهم بكسر الحائط الذي على القبر. طبعا ترى القبر نعم. الآن فيه باب. يعني الآن في باب يدخل إلى القبر. نعم. يعني ممكن الآن هو فيه حارس الذي هو عند نعم. وفيه حتى موجود في اليوتيوب يعني. نعم. في لقاء مع أحد المشايخ التقى
حارس يعني ولا مسؤول عنه، والذي يتكفل بتنظيف يعني القبر وكذا، ففي باب يفتح ويغلق. نعم. شفت؟ ومع ذلك ماذا يقول؟ يكسر الحائط الذي على القبر. يكسر الحائط الذي على القبر، ماذا يفعل؟ ثم يخرجهما، يعني أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجهما غضين رطبين. لاحظ، قالوا فيلعنهما ويتبرأ منهما ويصلبهما ثم ينزلهما ويحرقهما ويذريهما في الريح. أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. بحار الأنوار الجزء 52 صفحة 386. في دلائل الإمامة للطبري الإمامي الصفحة 455 عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول: ثم يدخل المسجد فينقض الحائط حتى يضعه إلى الأرض، الحائط المحيط بالقبر الشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الحجرة. أنه هم سبحان الله، شوف الآن تقريبا ليس له باب وسدوه من كل الجهات. ثم يخرج أبا بكر وعمر لعنهما الله غضين طريين يكلمهما فيجيبانه، يعني يكلمهم يجيبون، كانوا أحياء يعني أحياء. فيرتاب عند ذلك المبطلون فيقولون يكلم الموتى. يقول: ثم يحرقهما بالحطب الذي جمعاه ليحرق به عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وذلك الحطب عندنا نتوارثه. يعني عدم احترام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان علي قد أقر وجود أبي بكر وعمر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان قد أقرهما وهو يحكم المدينة، نعم، يعني علي يحكم المدينة وتحت حكمه وتحت إمارته، ومع ذلك لم يذكر عنه أنه نوى إخراج أبي بكر وعمر من جوار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم يأتي هذا المنتظر في زعمهم ويفعل ما لم يفعله علي رضي الله عنه. ما هي أفعال أبي بكر وعمر؟ لو نظر الإنسان في حياة النبي وبعد النبي، ماذا فعل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ هل في حياة النبي كان صاحبيه ورفيقيه؟ نعم. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فعله أبو بكر رضي الله عنه يعجز الحكام أن يفعلوا مثله في قرون. نعم. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني حارب الردة وقضى عليها، ثم وجه جيشين للفرس والروم، ثم استكمل هذا الفتح عمر رضي الله تعالى عنه. يعني أفعال أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه في وقت كان الأعداء أقوياء. هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق في علل الشرائع الصفحة الجزء الثاني الصفحة 580 عن عبد الرحيم القصير قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر: أما لو قام ذلك الاسم الخاص اللي يستوجب القيام، أما لو قام مهدينا عليه السلام لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة منها. هذه آذت فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. قلت: جعلت فداك، ولما يجلدها الحد؟ قال: لفريتها على أم إبراهيم عليه السلام، والدة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله عليه الصلاة والسلام. هل يعطل الحد الشرعي؟ هو يقول بأنها قذفت أم إبراهيم، نعم، ماريا، وأنها استحقت الحد. الله عز وجل بين الحد، قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فجلود هذا يجب، نعم. وهذا حد من حدود الله عز وجل لا يجوز التنازل عنه. تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا يجوز تعطيل الحد. نعم. انظر كم حين سرقت المخزومية، لما سرقت المخزومية وأهم قريش أن تقطع يد المخزومية، نعم، من سادة قريش بني مخزوم، فجاءوا قالوا: من يشفع
بهذا الحد، فاختاروا أسامة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أسامة حبيب الرسول وابن حبيبه جاء يشفع في المخزومية؟ ماذا قال؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. طيب هل يعطل النبي صلى الله عليه وسلم الحد الذي دون القطع، يعني الجلد هو من القطع، نعم. يعطله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هذا المهدي المنتظر ويقيم هذا الحد؟ طبعا هذا لاحظ، شوف سبحان الله، دائما الباطل يلزم عليه لوازم أخطر من الكلام نفسه. نعم. يعني كون عائشة مثلا فعلت هذا الفعل، اتهامهم هذا هم ما تبينوا وما تصوروا ماذا يلزم عليه من اللوازم التي لو قال بها الإنسان لخرج من الإسلام بلا تردد. حين يقول لو أن أحدا قال الرسول عطل الحدود الشرعية، فماذا يعتبر هذا؟ نعم. هذا يعتبر ردة وكفر بالله عز وجل، اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم. رواياتهم تعترف بأن هذا العمل يثير المسلمين. فماذا تقول الرواية؟ يقول فإذا فعل ذلك قالت قريش اخرجوا بنا إلى هذا الطاغية، تسمي طاغية. نعم، تسمي مهديهم طاغية. نعم. يقول اخرجوا بنا إلى هذا الطاغية، فوالله لو كان محمديا ما فعل، ولو كان علويا ما فعل، ولو كان فاطميا ما فعل. وهذا صحيح، هذا صحيح والله. نعم. هذا الحق. نعم. يعني لا يمكن أن من ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه أو لعلي رضي الله عنه أو لفاطمة أن يفعل هذا الفعل. ليس فقط قتل أخراج الشيخين رضي الله تعالى عنهما، لا، وإنما العداوة للجنس العربي. أو ليس عربيا؟ هذا الأصل. وأيضا الشيعة عرب كثير، من فيهم عرب كثير. ولذلك ينتبه الشيعة إلى ماذا ينتظرهم على يد المهدي، يعني ماذا ينتظرهم على يد المهدي. فيروي النعماني عن الحارث بن المغيرة وذريح المحاربي قال أبو عبد الله عليه السلام ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح. لماذا؟ العرب. هذا السؤال، لماذا؟ لاحظ، ما قال النواصب، ما قال اليهود النصارى، وإنما ما بيننا وبين العرب إلا الذبح. طيب هنا جنس العرب، جنس العرب هم أساس الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي. لاحظ، تقول الرواية أيضا تقول اتق العرب فإن لهم خبر سوء، أما إنه لم يخرج مع القائم منهم واحد. ماذا تقول الرواية في الإرشاد المفيد عن عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قام القائم من آل محمد عليه السلام أقام 500 من قريش فضرب أعناقهم، ثم أقام 500 فضرب أعناقهم، ثم 500 أخرى، حتى يفعل ذلك 6 مرات، يعني 3000. قلت ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال نعم، منهم ومن مواليهم. طبعا قريش أكثر من هذا العدد. نعم. لكن في ذاك الوقت، طبعا حتى ذاك الوقت الحقيقة قريش أكثر. نعم. لكن هذا من الجهل، يعني قال يعني هل يبلغ العدد قريش هذا العدد؟ فماذا قال الرواية؟ منهم ومن مواليهم. هل هذا يكون دين من الله عز وجل؟ سبحان الله. الله عز وجل يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. شفت؟ يعني المفسدون الله لا يحب الفساد. نعم. لا يحب الله سبحانه وتعالى الفساد، ولا يرضى الفساد سبحانه وتعالى، ولا يرضى أن تقتل النفس التي حرم الله. نعم. لا النفس، لاحظ الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس لاحظ نكرة، ليست معرفة. ليس المؤمن النفس عموما، نفس المسلم، نفس الكافر، نفس اليهودي النصراني التي ما أحل الله قتلها لا يجوز أن تقتل يعتدى عليها. نعم. بينما هؤلاء فقط مجرد أنهم ليسوا منهم فإن الله كما يزعمون أحل لهم دماءهم. يقول لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لا أحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس. سبحان الله. شوف، حتى يقولون كثير منهم يقول ليس هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم. نعم. هذا رواياتهم، كتبهم. الغيبة للنعماني صفحة 154، بحار الأنوار جزء 52 صفحة 354. والله لو قرأت في تاريخ البشرية، يعني تاريخ البشرية عموما، وأيضا قرأت في ما كتبه أصحاب العقائد وفي علاقتهم بالآخرين، يعني بالأمم الأخرى، لا تجد فيها هذا الحقد وهذه النية المبيتة للانتقام والقتل كما هو الحال في كتب
الشيعة وعلى يد من؟ على يد مهديهم الذي ينتظرون. قال أما القائم فيسير بالسيف والسبي لأنه يعلم أن الشيعة لن يظهر عليهم من بعده أبدا. نعم. يقول هذه الرواية ينبغي أن يتوقف عندها. نعم. وهي أنهم إذا تمكنوا وأمنوا أن يعني ينتصر عليهم أو تكون القوة لغيرهم، أنهم لا يتورعون عن فعل أي جريمة. لاحظوا ماذا يقول عن علي رضي الله عنه، أنه سار باللين والرفق. لماذا؟ ليس طبعا في علي، نعم، وليس ثناء على علي، ولكنه يعلم أن شيعته سيظهر عليه. نعم. أما قائمهم فيزعمون أنه لن يظهر على شيعته، ولذلك يقوم بالقتل، وكذلك شيعته يفعلون ذلك. نعم. السؤال الآن، من هم الذين سيكونون تحت راية المهدي إذا خرج؟ من هم جنوده؟ الروايات عندهم تقول بأنهم العجم. في رواية للنعماني يقول أن أصحاب القائم 313 رجلا. نعم. أولاد العجم. الغيبة للنعماني صفحة 314. نعم. وتقول رواية في البحار قال إذا قام القائم آل محمد استخرج من ظهر الكعبة 27 رجلا. من ظهر الكعبة كيف يكون استخرجه من ظهر الكعبة؟ يعني كلام غير معقول أصلا. يعني 25 من قوم موسى. 25 من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. نعم. و7 من أصحاب الكهف، ويوشع وصي موسى، ومؤمن آل فرعون، وسلمان الفارسي، وأبا دجانة الأنصاري، ومالك الأشتر. نعم. هذا الذين سيخرجهم القائم. نعم. هذا بحار الأنوار جزء 52 صفحة 346. هنا نلاحظ يا شيخ، لاحظ نعم. 7 يعني 27 رجلا، 25 من قوم موسى. نعم. واضح، 25 من قوم موسى. طيب، يعني هنا النزعة اليهودية. أيوة، النزعة اليهودية. يعني وطبعا لا شك أنه تغلغل الفكر اليهودي نعم في الدين يعني الشيعي. نعم. هذا واضح وبين، يعني في كثير من هذه الرواية. نعم. نلاحظ فئات متعددة ذكرت، 25 من قوم موسى، 7 من أصحاب الكهف، يوشع وصي موسى، مؤمن آل فرعون، سلمان الفارسي. كم في عربي؟ أبو دجان الأنصاري. أبو دجان الأنصاري واحد. نعم. بينما البقية كلهم ليسوا من اليهود أو من العجم، من ملل أخرى يعني. نعم. ماذا سيحدث؟ جنود المهدي، ما هي الأفعال التي ستفعل؟ ما هي الأحكام؟ بأي شريعة؟ كلها أسئلة ما زلنا نريد إجابة واضحة ومفصلة عنها في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. استأذنك في حلقة قادمة أيضا في نفس الموضوع. شكرا لك وبارك الله فيك، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال، لا تخرج عن القرآن.